السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل أكلة محترمة كده بصدر الفرخة بتاعتنا ومقادير قليلة. عندنا بصلاية كبيرة وفلفلتين وطماطميتين، وهنقول بسم الله كده ونطحن كل حاجة في الكبة، نفرمهم فرمة خفيفة. وأول حاجة نزلنا بيها بالزيت والبصل وعليهم بعد ما شوحناهم نزلنا بالفراخ بتاعتنا والتوابل وشوحناهم تشويحة كده، وبعدين نزلنا بالفلفل. وبعد ما ياخدوا تشويحة حلوة هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا اللي احنا عملناها في الكبة. وهنا زي ما انت شايفة كده بدأت تتسبك وتستوي معانا. التوابل بتاعتنا طبعا ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ومكعب مرق كده، تنزلي بيهم وتقلبيهم وتسيبيها لحد ما تستوي. وهنعمل البشاميل بتاعنا طبعا زي ما انت شايفة كده، ننزل 4 معالق سمنة و4 معالق دقيق ونص كيلو من اللبن وتقلبي كده. لو حابة تخففي هتزودي حبة مية، لو حابة تقليها تسيبيها على البوتاجاز شوية. وهنا سلقنا المكرونة وغسلناها بالمية الساقعة بتاعتنا عشان ما تلزقش في بعض. وهندهن الصينية كده بحبة بشاميل وننزل طبقة مكرونة وطبقة بشاميل، وطبقة عندنا الفراخ اللي احنا عملناها طبعا خطيرة وريحتها جميلة تفتح النفس كده. وبعدين هننزل طبقة تاني من المكرونة وهنسيب شوية حبة بشاميل كده نحط عليهم البيضة عشان ننزل فوق المكرونة. بعد ما نزلنا كده الوش بتاعها هتنزلي على الوش بتاعها قصدي، وهتبقى زي ما انت شايفة كده مدية صفار للوش. وهتحطيها في الفرن، يكون الفرن سخن اثناء ما انت بترصي الحاجة في الصينية، تكوني مسخنة الفرن عشان ما تاخدش منك وقت في السوا. هتحطيها في وسط الفرن وتولعي كده الفرن وتشغلي المروحة لحد ما الوش ياخد لون زي ما انت شايفة كده، تطلع لك مكرونة جميلة وجوسي وريحتها خطيرة. طبعا احنا عارفين المكرونة بشاميل باللحمة المفرومة جميلة، وبرضو بالفراخ برضو اجمل. جربي الطريقة دي وهتعجبك ان شاء الله باذن الله. هي دي النجرسكو بتاعتنا، وحاجة كده على قد الايد وتفتح النفس وفي نفس الوقت مش مكلفة، وعملنا صينية كبيرة تكفي العيلة كلها. يلا كده جربيها وادعيلي وان شاء الله تعجبك، كلها طعمها يفتح النفس. شايفة كده طريقة ازاي والوش بتاعنا محمر. يلا اديني اشتراك ولايك.